تخيل كده معايا عربية سيدان اقتصادية بقالها فترة في السوق. فجأة في شهر واحد بس تكسر أرقامها كلها وتطلع من متوسط مبيعات حوالي 700 عربية في الشهر لأكتر من 1000 عربية مرخصة في شهر واحد. أنا أحمد فرج ودي قناة قهوة السيارات. النهاردة حكايتنا عن هيونداي الانترا اي دي، واللي شهر ديسمبر اللي فات لوحده اتسجل فيه 1096 عربية، رقم كبير ومش بيجي صدفة. القصة بدأت لما المنافسة في السوق المصري ولعت، تخفيضات، عروض، وتوكيلات بتحاول تمسك في الزبون بإيديها وأسنانها، وهيونداي من خلال غبور لعبتها صح. الانترا اي دي كانت طول السنة بتتحرك في رينج مبيعات معقول، وفي شهر أكتوبر قربت من 900 عربية، لكن مع التخفيض اللي اتعمل الرقم ده عدى الألف، وده إنجاز حقيقي في فئة السيدان الاقتصادية. طيب إيه اللي مخلي ناس كتير شايفة إن الانترا اي دي اختيار كويس؟ أولا إحنا بنتكلم عن سيدان مجمعة محلية، وده عامل مهم جدا في السوق المصري حاليا. قطع غيار متوفرة، صيانة أسهل، وإحساس أمان أكتر للمشتري، وخصوصا في وقت إن العربيات المستوردة ممكن توفر أو تختفي من السوق. الانترا اي دي تعتبر تاني أرخص عربية هيونداي سيدان تحت مظلة غبور، وكمان مكملة خط الانترا اتش دي اللي الناس عارفاه وموثوق فيه من سنين. بس خلينا نخش في المهم، الموتور والفتيس. العربية اللي بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر تنفس طبيعي بقوة 127.5 حصان، وده رقم محترم جدا في الفئة الاقتصادية. مش بس كده، أقصى سرعة بتوصل ل 195 كيلومتر في الساعة، يعني العربية مش خانقة وبتدي أداء مريح على السفر والطريق. والنقطة اللي الناس كتير قوي بتحبها إن العربية بتيجي بفتيس أوتوماتيك تقليدي، مش سي في تي ولا ديوال كلاتش، وده يخليك تبعد عن أي صداع أو قلق من الفتيسات اللي الناس كتير قوي بتتحفظ عليها. الضمان، هيونداي بتقدم ضمان 5 سنين أو 100,000 كيلو متر، وده رقم مطمئن جدا لأي حد داخل يشتري عربية جديدة وعاوز يركن دماغه على جنب. من حيث المنافسين في السوق، الانترا اي دي واقفة في حلبة تقيلة جدا، معاها نيسان سنترا، ومعاها ام جي 5، ورينو تالينت، وكمان جيلي ايميجران. ورغم ان ناس كتير كانت متوقعه ان جيلي ايميجران تكسر الدنيا، لكن الحقيقه ان توكيل هيونداي لسه متفوق في المبيعات من حيث الثقه والانتشار وخدمه ما بعد البيع. وكمان خليك فاكر ان في منافس جديد داخل الساحه قريب جدا، شيري اريزو جي تي 6. اول ما تنزل رسمي هنعمل لها ملخص ان شاء الله كامل ونقارنها بالانترا اي دي حته حته. نيجي بقى للاسعار. الالنترا اي دي بتنزل عندنا باربع فئات. سعر الفئه الاولى 900,000 جنيه لحد اعلى فئه مليون و95,000، وده سعر بيحطها في قلب المنافسه مباشره مع كل العربيات اللي ذكرناها. نيجي بقى للخلاصه. الانترا اي دي مش ارخص عربيه ومش افخم عربيه، بس هي خلطه متوازنه، اسم موثوق، تجميع محلي، موتور قوي في فئته، فتيس اوتوماتيك تقليدي، ضمان محترم، وانتشار قوي في السوق. وسؤال بقى مهم جدا، لو قدامك دلوقتي الانترا اي دي ونيسان سنترا وام جي 5 ورينو تاليانت، تختار مين وليه؟ مستني رأيكم في التعليقات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك واشتراك القناة وتفعيل الجرس. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.